أمير قطر يهدي كل لاعب قطري هدية تكفيه مدى الحياة بعد الفوز بكأس آسيا، لن تصدقوا ما هي. توج المنتخب القطري حامل اللقب والمستضيف بكأس آسيا قطر 2023 عقب الفوز على نظيره المنتخب الأردني البارحة ب3 أهداف مقابل هدف في المواجهة النهائية من البطولة التي أقيمت على استاد لوسيل السبت. وتكفل أكرم عفيف نجم العنابي والبطولة بشكل عام بإحراز أهداف المنتخب القطري الثلاث من 3 ركلات جزاء. وتفاعل رواد السوشيال ميديا اكس على لقطة أظهرت فرحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بتأهل منتخب بلاده في المرحلة الأولى ثم التتويج بكأس آسيا. وتداول النشطاء قطريون وعالميون اللقطة التي أظهرت فرحة أمير قطر بوصول العنابي نحو نصف نهائي ثم التتويج. وكشفت مصادر رياضية قطرية أن الشيخ تميم بن حمد الثاني منح كل لاعب في المنتخب القطري نصف مليون ريال بعد هذا الإنجاز التاريخي. من جانبه أصبح عفيف أحسن هداف في المباريات النهائية لكأس آسيا برصيد 4 أهداف، لأنه سجل هدف في نهائي كأس آسيا 2019 في شباك اليابان. كما توج عفيف بذلك بلقب هداف البطولة برصيد 8 أهداف.